أهلا بيكم يا حبايبي في حكاية أمل. تعالوا نشوف حكاية الحلقة السادسة من وتقابل حبيب. ليل بعد ما قرت خبر وفاة عادل صاحب يوسف اتصلت بيوسف وقالت له انت فين؟ قال لها انا قاعد مع عادل اهو قاعد قدامي وبكلمه. قالت له ازاي انت قاعد مع واحد ميت؟ ده عادل مات خلاص. يوسف قال لي ليل اقفلي دلوقتي وقفل السكة ومعرفش يرد عليها. ليل اتأكدت ان يوسف بيخونها وقعدت تعيط وقالت ده بيخوني اكيد. هنا رؤية بتقول ليوسف انت ما لقيتش الا ده يعني وتقول ان انت عنده؟ قال لها وانا عرفني ان هيموت؟ ده حظ امي الفقري. استني كده اما اشوف ميت بقاله قد ايه. مش اقل من 3-4 ساعات. قالت له هي عرفت منين؟ قال لها اكيد من الفيسبوك. انا لازم امشي دلوقتي. وراح سايبها وماشي. ليه القعدة بتقول لفرح انا لازم اسيب له البيت وامشي؟ ده هو بيخوني، ولو طلع بيخوني انا هتطلق ومش هقعد معاه ثانية. يوسف عمال يرن على ليل وليل ما بتردش عليه. راح متصل بامه وحكالها. ليل بعد ما كانت بتلم هدومها وماشية لقت فارس جاي وجايب ادم ابنه معاه وبيقول لها خليه معاكي عشان اروح المستشفى اشوف نهى عشان طالبني. قالت له ماشي. هي نهى عامله ايه؟ قال لها يعني حالتها مش كويسه. خليه معاكي. قالت له ماشي ما تخافش عليه وسيبه. فارس وهو خارج يوسف شافه وندهله وقال له في ايه؟ قال له ده انا كنت بسيب ادم مع ليل عشان اروح اشوف نهى. قال له وهي عامله ايه؟ قال له مفيش حاجه. قال له انا عايز احكي لك على حاجه وحكاله اللي حصل. يوسف دخل لقى فرح قاعده. قال لها هي ليل فين؟ قالت له قاعده فوق في اوضتها وقافله عليها. سيبها لما اعصابها تهدى شويه. قال لها هي قالت لك حاجه؟ قالت له لا. راح قال لها خلاص انا هروح اقعد مع امي على ما اعصابها تهدى. وراح سايبها وماشي. فارس بيكلم الدكتور بتاع نهى وبيقول له الحاله صعبه جدا واحنا عملنا اللي علينا بس هي مش راضيه تستجيب وتفوق من الغيبوبه. قال له طب ممكن اشوفها؟ قال له ماشي بس ما تطولش. هنا يوسف مع إجلال عمال يحكي لها اللي حصل. قالت له سيبها وهي هتهدى وانا هبقى اتكلم معاها وهديها. فارس دخل لنهى لقى حالتها صعبة جدا. قعد يعيط جنبيها وراح خارج. وهو خارج لقى الدكاترة اتلموا حواليها وقعدوا يعملوا لها الإسعافات اللازمة. لكن نهى ماتت خلاص. إجلال راحت لليل وقالت لها ايه اللي انتي بتعمليه ده؟ انتي مش هتهدي؟ قالت لها يوسف بيخوني. قالت لها ما ينفعش مفيش الكلام ده واهدي كده وهي عندها. راح فارس متصل بيها وقال لها نهى ماتت. ليل قعدت تعيط وإجلال قالت له خلاص انا هبعتلك اخواتك يقفوا جنبك. تاني يوم ليل بتجهز نفسها عشان تروح دفنة نهى هي ويوسف. لقت نفسها نزل عليها نزيف وسقطت. راح واخدها المستشفى سقطت هناك طبعا من حقن اللي بتديها لها إجلال. والدكتور بتاع إجلال اهي سقطت وريحتهم. اخت شهد راحت لشهد وقعدت تحكي لها وقالت لها دليل تعبانه والكلام ده. قالت لها ويكون كانت حامل وسقطت؟ قالت لها لا ده تعبانه تعب عادي وكده. قالت لها طب روحي شوفي الحمام كده وبعد كده قوليلي. لما اخت شهد راحت الحمام ولقت فيه كده قالت لها تصدقي معاكي حق شكلها فعلا كانت حامل وسقطت. قالت لها مش انا قلتلك؟ وجريت شهد راحت متصله برؤية عشان تقول لها. قالت لها بجد كانت حامل؟ قالت لها اه كانت حامل وسقطت. قالت لها ماشي. ما هي شهد الجاسوسة بتاع رؤية وبتبلغ رؤية كل حاجة. شهد دي مش سهلة خالص. بالليل عاملين العزا بتاع نهى الله يرحمها وواقف فارس ويوسف وحازم وابوهم طبعا وامهم. وليل قاعدة تواسي في مامة نهى وعمالة تطبطب عليها وكده. والناس جاية من كل حتة تعزي. وإجلال بتنادي الليل وبتقول لها اهتمي بالناس شوية وبالضيوف. هو انت هتفضلي قاعدة تطبطبي كده عليها؟ قالت لها الله يكون في عونها وربنا يصبرها. امال لو مش هطبطب عليها هطبطب على مين؟ قالت لها لا ابعدي عنها بقى وشوفي الناس شوية. إجلال دي قلبها قاسي قوي ومش حاسة بمامة نهى واللي فيها. يوسف بيميل على حازم وبيقول له الحق صاحبتك جت. حازم جري على انجي وقال لها كويس ان انتي جيتي بعد ده كله. قالت له ده واجب وانا ما اقدرش اتاخر عنه. قال لها اتفضلي وراح مدخلها جوه. سلمت على فارس وعزته ودخلت قعدت مع الستات جوه.
فارس بيقول ليوسف الحق رؤية العسكري. يوسف طلع جري بيسلم على خالد ورؤية وكريمان أخت رؤية وبيقول لهم اتفضلوا، وسلموا على فارس وعزوه. وهنا أبوهم بيقول لحازم مين دول؟ راح قال له ده رؤية العسكري واختها وخالد السكرتير بتاعها. دخلوا سلموا عليهم وقعدوا. طبعا عمالين يبصوا الليل من تحت لتحت، وليل عمالة تبص لهم ومستغربة ان هم جم. ليل واقفة مع فرح، وفرح بتقول لها ايه اللي جاب المذيعة دي مع رؤية العسكري، هي تقرب لها ايه؟ قالت لها معرفش ايه اللي لمهم على بعض، ما يعرفوش ان هم اخوات. مامة ليل وفرح واقفة معاهم وبتتكلم معاهم وكده، وكمان المستشار جدي ليل قاعد مع ابوهم وعمال يعزيه وكده. وشوية راح ابوهم قال لهم انا عايزة ادخل جوه. قالت له ما تقعد، قال لها لا انا تعبت من القعدة وعايزة ادخل جوه. راحوا مدخلينه. دخلت وراه وبيتكلموا عن رؤية وليل، وبيقول لها كويس ان ليل سقطت عشان رؤية ما تعرفش اللي بينهم وكده. قالت له اه احسن طبعا. هنا فرح واقفة مع فارس وعمالة تواسيه وتقول له نعوزت حاجة اقول والكلام ده كله. وكريمان برضو نفس الموضوع، الاتنين بيرسموا على فارس وتلاقيهم اصلا فرحانين ان مراته ماتت. يوسف طالع ورا روكا وعمالة تقول له لولاش الظروف اللي انت فيها دي كنت خدت موقف من سفرك ومن اللي حصل. وليه القعدة عمالة مستغربة وهتاكلهم بعينيها، وبتقول هو في ايه بينهم وبينها. ليه القعدة حزينة، ويوسف نازل الشغل وبيقول لها في ايه احنا مش هنتصالح بقى ولا ايه؟ قالت له لا هنتصالح طبعا. قال لها والله ما في حاجة من اللي في دماغك وانا مش بخونك. قالت له طب تحلف على مصحف؟ قال لها احلف على مصحف. واحلف لها على مصحف ان هو ما بيخونهاش ولا بيعمل حاجة من وراها. ليل قلبها مش مطمن برضو. بعد كده يوسف راح الشركة وشيخ قاعد معاه وكده وعمال يحكي له ويقول له انا حلفت على مصحف وما اعرفش ايه. فبيقول له ما كانش المفروض تحلف على المصحف. قال له اللي حصل بقى طبعا فيها كفارة ولا فيها ايه؟ قال له ايوه طبعا بس المفروض ما كنتش حلفت، كنت هربت باي حاجة او كنت عملت صيغة تانية او اي حاجة. قال له اللي حصل بقى. ليل بتحضر شنطة يوسف وقايل لها ان هو مسافر بورسعيد في شغله وكده. قالت له ماشي، هتقعد قد ايه؟ قال لها يومين. قالت له ماشي تروح وتيجي بالسلامة. هنا شهدت واقفة مع اختها وبتقول لها ايوه انتي قاعدة بقى تاكلي الحاجات الحلوة مع ليل وكده، وليل عمالة تعمل حاجات حلوة وعمالة تاكل في المطبخ والكلام ده كله. قالت لها يا بنتي ما تاكليش. قالت لها يعني انتي ما بتاكليش؟ وواقفة بقى تاكل وترازي فيها. وواقفة بقى بتقول لها بكرة هتشوفيني هعمل ايه، وبكرة هتجوز مين. حاطة عينيها وفاكرة نفسها تتجوز حازم. وحازم قاعد مع انجي عمال يصالح فيها ويقول لها ما تيجي نبتدي من جديد ونحب بعض. قالت له انا شفتك بتكلم حد. قال لها مش هكلم حد تاني، يلا ساعديني وانا بحبك فعلا ويلا نحب بعض. وتصالح هو وانجي وقرروا يبدأوا مع بعض صفحة جديدة. هنا رؤية قاعدة مع يوسف اللي قال ان هو مسافر وهو ولا مسافر ولا حاجة. رايح لرؤية قالت له كويس ان انت جيت عشان انا مش مسامحاك من ساعة الجونة وكده. قال لها انا جيت اقضي معاكي النهاردة وبكرة كمان، انا قلت لها ان انا مسافر بورسعيد. قالت له كويس عملت خير. قال لها صدقيني موضوع الجونة ده كان مغصوب عليا ورحت غصب عني ومفيش بيني وبينها حاجة. قالت له بأمارة اللعب اللي بتلعبوه عمال تلعب وبتضحك عليا وتقولي واخد العيال وانت مش واخدهم، ده انتوا كنتوا رايحين تقضوا شهر العسل. قال لها يا ستي ولا عسل ولا حاجة. وبصوا لقوا مين قدامهم؟ لقوا ليل واقفة تبص عليهم. يا نهار ابيض يا ليل، يا ترى ايه اللي هيحصل لك في الحلقة الجاية؟